السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل لكم طريقة الكشري المصري بطريقة سهلة وبسيطة جدا. اول حاجة بنجيب الحاجات اللي هي بنبلها الاول. اول حاجة بنجيب العدس بنبله شوية يجي نص ساعة كده، ونجيب كمان البليلة كمان نحطها في مية ونبلها نص ساعة كده. هنبدأ دلوقتي في عمل التقالي. بجيب نص راس تومة وبعدين بقشرها وبندق معاها قرن فلفل اخضر، او لو انت مش عايزة فلفل اخضر مفيش اي مشكلة. هنعمل دلوقتي الثوم علشان هو بيبقى سهل شويه عن تقليه البصل. اول ما بنحس ان الثوم احمر شويه بنروح جايين ضايفين شويه خل، والخل ده هو اللي بيخلي طعم الثوم. بعد كده بنضيف على الثوم الطماطم، وبعد كده هنضربه بالهاند بلند. هنبدا نعمل تقليه البصل. جبنا 3 بصلات قطعناهم وخرطناهم. هنعمل تقليه البصل. جبنا 3 بصلات وحطينا عليهم شويه زيت وعلقناهم على النار نحمرهم. بعد ما حسينا ان هم بداوا يحمروا كده بنروح جايين حاطين شويه سكر. ايوه شويه سكر. نروح جايين محمرينهم، نفضل نحمرهم لعند ما نحس ان السكر اتكرمل في قلب البصل. احس ان السكر اتكرمل كده في قلب بتاع البصل، وحسيت ان هو تقل معانا كده شويه وبدا يحمر. السكر هو اللي بيدي الطعم الوحيد اللي بيدي طعم في الكشري المصري. بحط بعد كده الكمون يتحمر مع السكر والبصل. كمون يا جماعه اهم حاجه في تقليه البصل الكمون. وبعد كده تحط التوابل اللي عندك في المطبخ كلها. بعد كده ضفنا التوابل كلها، وبعدين بنضيف كان عندي كيس طماطم في الفريزر ورحت جايه حطاها، وبنضيف شويه فلفل اخضر كمان. هقول لكم بعد كده على التركايه اللي انا هعملها بعد ما الطماطم بحس ان هي اتخلطت باشت واتخلطت في قلب التوابل والفلفل. هنجيب البصل اللي هنحمره نقشره بالطريقه دي ونجيبه نقطعه جوليان. قطعنا البصل جوليان اللي هنحطه على وش الكشري، وهنبدا نحط عليه الدقيق وهنحمره في الزيت. بنرش عليه شويه دقيق وهنبدا نحمره في الزيت. حطينا على البصل الدقيق والنشا وهنبدا نحطه في الزيت، بس الزيت يكون غزير ويكون مقدور. وده شكل النهائي بعد ما حمرنا البصل، بعد ما خرطناه وقطعناه جوليان وحطينا عليه شويه دقيق وقليناه. ده شكل البصل. ودي التقليه اللي بالبصل. بعد ما خلصناها رحنا جايين حاطين عاملينها بالهاند بلندر او بنعملها بالخلاط، بنفرمها بالخلاط. ده الشكل النهائي للتقليه بصل. وده الشكل النهائي للتقليه توم برضه حطيناها في الخلاط وفرمناها بعد ما حطينا فيها الثوم والخل وشويه كزبره ناشفه. المكرونه بعد ما سلقناها وطلعناها من الميه المغليه. وده شكل العدس بعد ما غلي وخلصنا طبيخ وحطينا عليه شويه تقليه بصل وشويه تقليه توم. وده الشكل النهائي للطبق الكشري، وبألف هنا وشفا. ما تنسوش تعملوا مشاركه ولايك. بعمل لكم طبخات سهله وسريعه وبأقل تكلفه مع قناه نكهات وحكايات.